السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ انتقالات الدوري العراقي بعد مفاوضات نادي القوة الجوية لانتقال اللاعب محمود المواس من الشرطة. محمود المواس يرفض العرض ويجدد مع نادي الشرطة. أما الخبر الآخر، كميل سعيد يصل للعراق للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي. اللاعب مصطفى وليد لاعب نادي الكرخ يوقع مع نادي القوة الجوية. ابراهيم بايش يرفض تقدم الاعتذار الرسمي للقائد القوة الجوية السابق والعضو الإداري الحالي حماد أحمد، والأخير يطلبه بعد التجديد مع النادي لاحترام لتاريخ وسمعة نادي القوة الجوية. كأساس لاعبين المنتخب العراقي لا يمكن وضع كاميرات لمراقبة نظامكم الغذائي وعندما تقادرون المنتخب تاكلون على راحتكم. هكذا رد كأساس على لاعبين المنتخب العراقي. مهند علي، ميمي، بايش ومحمد علي عبود وكرار، نبيل ومحمد قاسم يستحقون الاحتراف. بيلانت حسن، جدد كزبر من أسمع مواطني بالملعب والجمهور العراقي أقوى جمهور بالعالم. نادي الميناء يعز الصفوف باللاعب نيزار محمد من الشرطة والحارس علي كاظم من نفط الوسط. بعد فسخه مع نادي الصفاقة التونسي حسين علي يعود إلى نادي الزوراء. محمد قاسم يجدد عقده مع نادي القوة الجوية لموسم آخر. سيرجيو راموس قد يعود إلى ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو. منتخب الأولمبي أعلن عن مواجهاته أمام المنتخب السودان وعمان واليمن والدين في البصرة. يواصل منتخب الأولمبي يوم السبت تحضيرات للتصفيات الآسيوية. علام هاوي يوقع مع نادي أربيل هو ومحمد محسن وعلي وأحمد حسن. شيركو كريم يعدل عن قراره ويجدد مع نادي أربيل موسم آخر. رسميا نادي الخورة أعلن عن تعيين العراقي سلام شاكر مساعدا لمدرب الفريق الأول. رسميا القوة الجوية تعاقد مع شاب رزاق قادما من الكرخ. 4 مليارات دينار لكل نادي يشترك بدور المحترفين لمساعدة الأندية في تقلبهم على المشاكل. هكذا قال عدنان درجار. أمجد عطوان يوقع مع نادي القوة الجوية قادم من الدوري القطري. سون قائدا لتوتنهام بديلا من هاري كين المنتقل إلى بايرن ميونخ. رئيس رابطة الليغا الإسباني الذي اقترح أن يكون دوري محترفين يخطط إلى إقامة مباراة سوبر بين أندية عالمية في العراق. يعقوب يونس يوقع على كشوفات نادي أربيل للموسم الآخر. منتظر محمد يوقع لنادي ميس سفرجان الإيراني بعد فسخ عقده مع الاستقلال. عرض قطري للاعب النادي الشرطة والمنتخب الوطني أحمد يحيى. نيمار ينتقل إلى نادي الهلال السعودي بعد حصوله على 100 مليون يورو سنويا. استبعاد الحارس حسين علي من معسكر المنتخب الأولمبي لأسباب انضباطية. وأصابت كل من ميليتاو ومندي وكورتوا الذين سيقيمون هذا الموسم عن ريال مدريد. همام طارق يقول كاساس اجتمع معي ومع بشار وميمي في قطر وبلغنا بالاعتماد علينا في كأس آسيا كوننا لاعبين خبرة. اللاعب من أحد نجوم 2007 يحصل على شهادة تدريبية. اللاعب أحمد عبد علي كوبي الذي حصل على الشهادات التدريبية بي من الاتحاد الأمريكي الذي توج مع المنتخب العراقي في 2007. رسميا النادي الأهلي السعودي يعلن عن التعاقد مع المدافع روجير قادم من نادي روما مقابل 30 مليون يورو. معسكر داخلي لمنتخبنا الوطني في بغداد نهاية هذا الشهر الجاري يشمل اللاعبين المحليين فقط استعدادا لبطولة كاس ملك تالين من أجل الوصول إلى جاهزية البدنية بعد فترة راحة منذ نهاية الموسم الشهر الماضي. اللاعب الأردني محمود جمال يقرر تقديم شكوى لمحكمة كاس الدولية واسترداد حقوقه من نادي القاسم. بيس رئيس الرابطة الإسبانية نسعى لإقامة دوري محترفين في العراق ناضجا ومتطورا وقويا فنيا وماليا، وأن تحصل الأندية على إيرادات مالية ضخمة كل موسم بالتطور التسويق والنقل التلفزيوني والبنى التحتية. يعني راح يطورون الأندية أكثر منها. نادي سيرجان الإيراني يستقرب من تصرف اللاعب إبراهيم باش الذي وقع على كشوفات النادي قبل 10 أيام بعقد لمدة عامين بقيمة 330 ألف دولار للموسم الواحد، ولكن عاد وطلب إلغاء العقد عن طريق الوكيل أعماله. نظام الدوري المحترفين الذي قام في العراق الدوري
الأندية عليها أن تطبق شروط الاتحاد الآسيوي أول بأول وتشارك في دور المحترفين. وأنا أقول الدور المحترفين راح يتكون من 12 نادي، لأن الأندية العراقية نصها ما راح تطبق شروط الاتحاد الآسيوي لأنها شروط صعبة، والأندية العراقية مستحيل الضعيفة أن تطبق شروط. راح يكون دور محترفين ودور ممتاز ودوري درجة أولى. اللي يطبق الشروط يشارك في دور المحترفين، واللي ما يطبقها يشارك في دور الممتاز. فأنا وراح الاتحاد كرة القدم يشارك بدور المحترفين ويطبق الشروط، يعطونه 4 مليارات دينار لمساعدة النادي في التسويق. إذا النادي نجح في هذا الموسم من خلال هذه الأموال، الموسم الجاي يعتمد على الإيرادات، والموسم اللي وراه راح تضخم الأندية وتصبح عندها ملاعب واللاعب على مستوى عالي ودورة قوي. فأنا أشوفها خطة بالطريق الصحيح ويطبقونها ويمشون عليها. أما اللي ما يطبقها المفروض ينزل للدور الممتاز، وعليه أن يطبق الشروط حتى يتأهل للدور المحترفين. وأنا أقول راح تقل الأندية وراح يصبح دور عراقي قوي كما حدث في السعودية، وتم تطبيق الشروط ودور المحترفين. وبعده من الأندية اعتمدت على نفسها وإيراداتها وتطورت وأصبح الآن أقوى دوري في آسيا. لا تنسوا اللايك والاشتراك.